يا صباح الفل عليكم. وده يوم من الايام اللذيذه اللي حبيت اصورها. صحيت الصبح بدري، شربت ميه، وبعد كده بقى قريت الاذكار. وبما انه بقى يوم رايق كده حبيت اعمل لي احلى فطار. عملت بقى توست كده نوعين، وبعد كده حطيتهم في ساندوتش ميكر، والاتنين طلعوا حلوين قوي. اول واحد كان بطاطس كده بجبن سايحه، والتاني كان لانشون كده ومعاه جبنه رومي. بس البطاطس بالجبن السايحه كان خطير. بعدها قعدت شويه بقى وقلت لازم اعمل لي احلى كوبايه قهوه فرنساوي. جبت القهوه الفرنساوي دي من بن الكروان، كنت قلت لكم عليها قبل كده، بس كنت كلمتكم عن البني التركي بتاعها. جربت بقى القهوه الفرنساوي بتاعتهم، ودي بالبندق، وعاوز اقول لكم ان هي فيها قطع بندق كده، كان ريحتها حلوه قوي. التحميصه برضو بتاعتها حلوه، وفيها زي لبن بودر كده كمان. حطيت السكر، وبرضو حطيت لبن كده، انا بحب احط عليها لبن. حطيت كوبايه، وبعد كده قلبت على البارد كويس قوي. حطيتها على النار، اهم حاجه تتحط على نار هاديه لحد بقى ما تخلص معايا. كده كانت خلصت، وبعد كده بدات ان انا اصبها، وكنت في اسعد حالاتي بصراحه لان ريحتها كانت حلوه قوي. اكلت معاها بقى الكيك الشوكولاته دي، وكانوا الاتنين مع بعض طعمهم بجد حلو. ارشح لكم النوع ده عشان بتسالوني كتير على نوع قهوه فرنساوي حلو. ده البراند بتاع بن الكروان، هسيب لكم الاكونت بتاعه تحت. باي باي.